السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على إسانة. أنا اتكلمت عنها قبل كده عن سيرم الأرجان بتاعها، وقلت لكم قبل كده ان إسانة بتعمل منتجات تحفة، بتعمل منتجات فظيعة، سواء للشعر، للبشرة، للجسم، للإيدين، للرجلين، لكل حاجة. كل حاجة في جسمك بيعملها إسانة. فقبل ما اتكلم عنه، اللي لسه مشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلك على طول. اول حاجة، ده فيه كافيين. اي منتج فيه كافيين يعني بيعالج التساقط بتاع الشعر، وبيعالج كمان الصلع الوراثي، بيعالج الصلع الوراثي. ده قد ايه؟ انا دي تاني عبوة. اول عبوة انا رميتها للاسف، المفروض كنت سبتها عشان اوريكم ان انا خلصتها، وجبت كمان يعني علبة كمان تاني، بس للاسف انا رميتها. يعني مش انا رميتها، يعني هي اترمت مني بالغلط. يلا مش مشكلة، حصل خير. كررته تاني لان انا مش هقول لكم ان انا جربته وبعدين شعري يعني بطل تساقط، والفراغات بتاعت شعري طلعت، يعني الحمد لله، وطلع لي بيبي هير كتير الحمد لله. يعني طبعا ده بعد ربنا يعني. وفي نفس الوقت لما خلصتها شعري بطل يتساقط. هقول لكم الصراحه، شعري لسه كان بيتساقط، عشان كده انا كررته تاني. يعني مش عارفه هل هو ده منتج الواحد، بس هو اي منتج، يعني قبل ما اتكلم، اي منتج مش اقل من 3 شهور تستخدموه. اي منتج في اي حاجه انت عايزاه في جسمك، في شعرك، في بشرتك، في اي حته، في اي مكان، سواء ادويه، اي حاجه، مش اقل من 3 شهور تستخدمي المنتج. شهر مش هيعملك حاجه، شهرين هتكوني انت يعني بدات تتحسني، ووقفتيه وخلاص رجعتي انيل من الاول. لكن ال3 شهور لازم تكملوها 3 شهور كده مره واحده. ده بيملي الفراغات، ده بيوقف التساقط، ده بيعالج الصلع الوراثي، ده بيخلي شعرك يبطل سقوط. يعني انا كان شعري كان بيقع، شعر كان بيقع فظيع. يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه بيطلع في الفرشه كده كتله. لما بدات احط ده مره 2 3 كان لسه شعري بيتساقط. بعدها كملت بعدها بحوالي اسبوعين لقيت شعري بدأ يقل بالتدريج. مش هتستخدموه وتلاقوه في تحسين على طول، في تحسن على طول. لا، هيقعد معاكم فترة على بال ما شعركم يتحسن. اديني بقول هيقعد شعركم فترة على بال ما شعركم ما يتحسن. مش تحطوا مرة مرتين في الاسبوع، لا، ده يومي. ده يتحط يومي على فروة الراس وتعملي لها مساج، وبعدين ما تشطفوهوش، هتسيبيه على شعرك. يعني ده هتفتحيه كده وتحطيه ده على الفروة، وبعدين تعملي مساج على فروتك، وبعدين تروحي نايمة. عايزة تنامي نامي، عايزة تنزلي تخرجي انزلي اخرجي، عايزة تروحي اي مكان. اهم حاجة ان هو يتحط كل يوم. ده اختراع. انا جربت حاجات كتير بس ده اختراع. في حاجات تاني موجودة في الصيدليات، في حاجات موجودة في الصيدليات في حاجات موجودة في الصيدليات، بس في حاجات بتكون مش للصلع الوراثي. يعني في حاجات موجودة للتساقط، موجودة للفراغات، موجودة للشعرك، يعني ايا كان، بس مش بيعالج الصلع الوراثي. في حاجات في الصيدليات نادرا ما تلاقيها بتعالج الصلع الوراثي، ده من ضمنهم بيعالج الصلع الوراثي. ده للاسف هو مش رخيص ومش غالي. يعني هقول لكم حوالي فرنج 300 وحاجه، ممكن يوصل 350. مش عارفه بالظبط هل هو حاليا مدى 350 ولا لا، بس انا ما جبته كان عليه عرض صراحه. لينك الجروب اللي انا جبت منه مش فاكره، بس اسيب لكم لينك جروب تاني ممكن تلاقوا عليه عروض ان شاء الله، وكمان ممكن تلاقوا عليه تقسيمات. يعني انا اتكلمت قبل كده عن الجروب ده، بيعمل تقسيمات لكل حاجه انت عايزاها. كل حاجه انت عايزاها تقسيمات بيعملها لك.
هي البنت الصراحة بتراعي ظروف اللي قدامها، وبتعمل تقسيمات عشان خاطر الكل يجرب، عشان خاطر ما يبقاش في واحدة نفسها تجرب حاجة ومعهاش فلوس اللي هي تجربه يعني، فاهمين؟ فهي البنت بتراعي ظروف الناس، فهي الله يبارك لها يعني. فهتلاقوا ده منه، وهتلاقوا كمان منه تقسيمات ان شاء الله. سعره كمان تقسيمات بتكون سعرها حلو حنين في الميات وحاجة يعني. فده كان فيديو النهاردة عن إسانة كافيين. اي منتج فيه كافيين الكلمة دي يبقى لازم تجربوه، اي منتج فيه كلمة الكافيين لازم تجربوه، سواء في الصيدليات او اونلاين. هتلاقوه على نون او على امازون، وهتلاقوه اونلاين على جروبات الفيسبوك، وهتلاقوه كمان في الصيدليات الكبيرة. ده كان فيديو النهاردة، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.